وانتهت الأجازة الصيفية على خير، قضوها ولادنا وأحفادنا على أفضل ما يكون غالبا إن شاء الله. دخلنا بقى في موسم الدراسة. موسم الدراسة غالبا كل سنويا بيبدأ في فصل الخريف. فصل الخريف بيكون الجو لطيف، ممكن بالنهار بتكون الشمس جميلة، وبعد كده ممكن بالليل الجو يبرد شوية. لكن فصل الخريف ده بتنشط فيه بعض الأمراض، هنتكلم عن بعضها كده في سرعة، إنما موضوعنا الأساسي هنتكلم عنه اللي هو التيفود والباراتيفود. بتنتشر في فصل الخريف دايما نزلات البرد، الانفلونزا، التهاب الحلق، التهاب اللوزتين، جدير المائي برضو ده الموسم بتاعه، وعندنا كمان النزلات المعوية. لو تتذكروا في الفيديو السابق احنا اتكلمنا عن اللي هو المرض الجلدي اللي هو بيسببه فيروس اسمه كوكزاكي فيروس HFMD، ويمكن انتشر جدا، وزي ما شفتم او تابعتوا في وسائل التواصل الاجتماعي رغم ان انا عامل الفيديو قبليها بفتره انتشر في احدى المدارس في القاهره واغلقت المدرسه ده، وده شيء طبيعي طبعا منعا لانتشاره اكتر من كده. وبدات بعض الاحزاب برضو تعمل عليه ندوات، وبقى حديث الساعه. اعتقد بقى الفيديو اللي احنا هنتكلم عنه ده وهنكون دايما سابقين زي ما بيقولوا، برضو ممكن يكون حديث الساعه الايام اللي جايه، اللي هو مرض التيفويد والباراتيفود. التيفويد بالبلدي كده، او احيانا باللغه العاميه بيسموه حمى في البطن او حمى في المصارين زي ما بيقولوا كده انما هو اسمه التيفويد. التيفويد ده يا جماعه بتسببه بكتيريا اسمها السالمونيلا تيفاي. اما الباراتيفويد فبتسببه بكتيريا تانية اسمها السالمونيلا باراتيفاي A و B و C. الاثنين شبه بعض في الاعراض، بس التيفويد بيكون اشد خطوره من الباراتيفويد. بيتنقل ازاي مرض التيفويد ده؟ نركز مع بعض جامد جدا. بينتقل اساسا عن طريق من الفم للبراز، اللي احنا حاجه بنسميها فيكال اورال روتس. ايه بقى؟ ايه الفيكال اورال روت دي عن طريق المياه الملوثه او الطعام الملوث. يبقى طرق انتشار او نقل المرض، طرق العدوى بتاعته اساسا عن طريق الماء الملوث والطعام الملوث. طب احنا يا دكتور هنشرب ميه ملوثه او هناكل طعام ملوث؟ طبعا عادي جدا وهقول لكم ازاي بتيجي الطريقه دي. لو في شخص هي فتره الحضانه بتاعه المرض وهتكلم عنها بعد شويه، اللي هي من اول الاصابه بالمرض لحد ظهور الاعراض بتكون من اسبوع ل3 اسابيع. اعتبرنا فرضا مثلا ان شخص مصاب بالمرض لم تظهر عليه الاعراض بس وهو حامل للمرض زي ما بيقولوا في اللغه بتاعتنا. الشخص المصاب ده بيطلع البكتيريا اللي هي السالمونيلا دي تمام مع البراز، بيطلع البكتيريا بتاعه السالمونيلا مع البراز. البكتيريا دي ممكن توصل لمصدر مياه الشرب. يبقى واحد مريض برز نزل البراز بتاعه، البراز ده ممكن يوصل لمصدر ميه الشرب عن طريق عن طريق مثلا لو في تسريب في الصرف الصحي. الصرف الصحي مثلا متسرب، ميه الصرف مع ميه الشرب الاثنين متسربين مع بعض، خلاص وصلت البكتيريا. او لو شبكه الصرف الصحي قديمه، شبكه متهالكه، شبكه الصرف الصحي متهالكه. او بنستخدم المياه الراكده، ميه مش نظيفه بنستخدمها في تحضير مثلا الطعام. لذلك دايما بنقول الناس اللي هي ما تقدرش تشرب، ما فيش القدره الماديه ان هي تشرب ماء معدنيه، بمنتهى البساطه اغلي الميه، اغلي ميه الشرب الاول. الام بتقوم بواجبها تاخد الميه من الحنفيه تغليها في مكان كبير، درجه الغليان يا جماعه المفروض ان هي 100 درجه مئويه، سيبها تغلي لمده 3 دقائق،
وبعد ما تغلي بتبدا تفرخها في ازايز، تحطها بقى في الثلاجه، تحطها في اي مكان، المهم تعرف البيت كله ان دي يا جماعه ميه الشرب، لان بكتيريا السالمونيلا بتموت عند درجه الغليان. فعشان كده بنوصي كل الاسر اللي هي ليست لديها القدره على شراء ميه نظيفه، ميه معدنيه، ان هي تغلي مياه الشرب، او دي نمره واحد، او تستعمل الفلاتر بس تكون فلاتر السيراميك او اللي بيكون فيها جواها كربون نشط. بس مش معنى برضو ان انا بستعمل فلاتر سيراميك او كربون نشط ان انا خلاص بقى تفضل معايا طول العمر، لا، لازم طبعا ليها مدد تتغير بانتظام وتتنضف بانتظام، لازم اكون عارفه المدد بتاعتها عشان اقوم بالتغيير بتاعها. يبقى دي نمره واحد اللي هو عن طريق الماء الملوث انتقال الى عدو. نيجي بقى بالنسبه للنقطه الثانيه اللي هو عن طريق الطعام الملوث. الطعام الملوث نفس القصه بتاعه المياه الملوثه، يعني بمعنى ايه؟ الخضار والفاكهه مثلا اللي انا بجيبهم اتغسلوا برضو بالميه، نفس نوعيه الميه دي، يبقى يفضل ان انا برضو اغسلهم بميه مغليه. الاكل الباعة الجائلين اللي الاكل بتاعهم يكون مكشوف، احنا عندنا حاجه صعبه قوي والحقيقه بلاحظها، ان احنا مثلا محلات الاحذيه، محلات الملابس، تبص تلاقيه حاطط الملابس اللي هي يعني حاططها في ازاز ومغطيها والحاجات دي كلها مش هتتاكل. وانا طبعا طبيعي ان انا اول ما اشتري تيشيرت جديد او فستان جديد او اي حاجه لازم اغسله، سواء كان بيتغسل بالميه او بيتغسل في المغسله ايا كان، ما اخدوش كده على طول على اللبس بتاعه، لان ما اعرفش مين اللي قاسه قبليه، واللي قاسه قبليه ده كان مريض ولا سليم بمرض جلدي على الاقل. وابص الاقي محلات الناس اللي هي بتبيع الخبز سايباه عريان كده في الشارع، الخبز كده خالص، مع ان الخبز ده مش هيتغلى ولا هيتغسل ولا اي حاجه، انا هاخده من بياع الخبز اللي هو سايبه في الشارع لعدم السيارات والتلوث، وده يمسك وده ينقي وده يعمل والحاجات دي كلها، وباخده اكله على طول. يبقى دي اكتر حاجه مؤذيه جدا وناقله للاكل. الذباب من الحاجات اللي هي في غاية الخطورة، لأن هي بتنقل بكتيريا السالمونيلا من الفضلات، الله يعزكم، يعني الفضلات زي البراز والحاجات دي كلها، وبتطيروا وبتحطوا مثلا على الأكل. الأواني اللي بيستعملوها أصحاب المطاعم مثلا أو الحاجات دي كلها، حتى مهما كان انا برضو ليا عين خبيره، لازم ابص كده على الاواني اللي هم بيستعملوها، مش هفضل انتظر الدور بتاعي او اخد الرقم بتاعي واشم الريحه وابقى جعان كده وبتاع وخلاص، لا، لازم اتاكد ان هو الاناء اللي هو بيستعمله فيه ده نظيف، لان هو ممكن يكون عليه طبقه صدى جامده جدا وهو عمال يحط هنا وهنا وهنا وهنا، وشفنا حاجات كتير جدا بنفس الطريقه دي. حاجة كمان مثلا شخص يكون حامل المرض، احنا قلنا حامل المرض ده أصيب بالمرض لم تظهر عنده الأعراض، فممكن يكون حامل المرض ودخل الحمام والله يعزكم، وبعدين طلع ما غسلش ايده كويس جدا بالمية والصابون كما ينبغي يعني، وبعد كده بدأ يحضر لي الطعام أو يجهز الحاجات دي كلها. كل الحاجات دي كلها اللي هي ايه؟ من طريق الطعام الملوث. يبقى اتكلمنا على الماء الملوث واتكلمنا على الطعام الملوث. لذلك المرض ده بينتقل بسهوله جدا، اللي هو مرض التيفود ده بينتقل في اطفال المدارس واطفال الحضانات، عشان برضو المياه، ممكن موضوع الماء الملوث ده اللي هي اختلاط مياه الصرف الصحي بميه الشرب ممكن تكون موجودة في المدارس، مفيش الشبكة قديمة مثلا متهالكة سربت دي على دي سربت، فدي بتكون مشكلة كبيرة جدا يعني. وللأسف المسؤولين عن المدارس يعني ما بيهتموش بالنقطة دي، مع انها في غاية الأهمية. أنا شخصيا لو كنت وزير التربية والتعليم كان دي أساس بالنسبة لي ان انا اهتم بيها نمرة واحد، لأن الصحة في غاية الأهمية. صحة كويسة هيطلع عقل كويس وهيطلع جيل كويس، انما صحه متهالكه هتطلع ايه يعني؟
عمال يبص قدامه مش فاهم ايه اللي بيحصل قدامه. طيب يبقى بتنتقل اكتر في اطفال المدارس، اطفال الحضانات. طيب بالنسبه للشباب بقى الجامعي والحاجات دي كلها طبعا عادي جدا، لان هو برضه نفس الاكل. التيفود ده يا جماعه ملوش عمر معين، يعني بيجي لكل الاعمار، مفيش مشكله خالص، يعني مفيش مشكله خالص بالنسبه ليه، ملوش عمر معين، بيجي لاي الاعمار. وبيجي الاعراض اللي احنا هنتكلم عليها بعد شويه، اللي هي برضه نفس القصه. انا مثلا قاعد راجل بشتغل في بنك، بشتغل في شركه كمبيوتر، ايه الحاجات دي كلها، ببعت اجيب برضو، لا اتحرى الدقه في اختيار المكان المناسب اللي انا اشتري منه الطعام بتاعي. كنا زمان بناخد واحنا رايحين المدارس اكل من بيوتنا، دلوقتي اللي هو تم تعديل عمليه الكيس ده واصبح اسمه لانش بوكس. اللانش بوكس ده كان فيه سندوتشات، انا ضامن ان امي الله يرحمها نظيفه وتعمل اكل نظيف وحطها في كيس نظيف وبتحط لي احسن حاجه واحسن خضار واحسن فاكهه واحسن سندوتشات وكل حاجه. انما دلوقتي عشان ظروف الحياه والسرعه، والام بتنزل تجري على شغلها، والاب طبعا ملوش دعوه بالمواضيع دي، فممكن ياخد مصروف وينزل يجيب حاجه. جاب ايه بقى الله اعلم، يعني مش قصه الاب والام للاسف، يعني يجيب اللي يجيبه وخلاص، انا اديته فلوس وعملت اللي عليا. عشان كده بينتشر المرض ده، وهينتشر اكتر في الفتره اللي جايه كمان. ندخل على الاعراض بتاعه المرض. الاعراض بتاعه المرض الاول، احنا قلنا قبل كده ان فتره الحضانه بتاعه المرض بتكون من اسبوع ل3 اسابيع. حضانه يعني انا اصبت بالمرض ولم تظهر عندي الاعراض بعد. اول حاجه ارتفاع حاد في درجه الحراره. درجة الحرارة ممكن توصل ل 39 و40 و41. أنا شفت حالة واحدة بس كانت حرارتها 42. إنما كله مثلا بيكون 40 ونص، 41، 39 ونص، يعني ما بتنزلش عن 39 أصلا درجة الحرارة. دي نمرة واحد اللي هي ارتفاع حاد في درجة الحرارة. مصاحب لارتفاع الحاد في درجة الحرارة بعض الأعراض مهمة جدا. أعراض المريض يحس بيها، وأعراض تهم الطبيب اللي بيكشف على المريض. أعراض اللي قلنا الارتفاع حاد في درجة الحرارة بيصاحبها صداع شديد جدا، بيصاحبها آلام في البطن، بيصاحبها اضطرابات في الجهاز الهضمي، يعني شوية يكون عنده إسهال، شوية يكون عنده إمساك، مختلف اضطرابات في الجهاز الهضمي. بيصاحبها يعني ضعف عام مزال كده، مش قادر يعمل أي مجهود بسيط حتى في البيت. دي الحاجات اللي هي بتظهر على المريض نفسه، وممكن ان هو يحكيها بالنسبه للطبيب اللي هو يقولها للطبيب. بعض الاحيان يعني بسيطه جدا بتظهر طفح جلد بسيط كده اسمه روز سبوت، بعض الاحيان يعني مش شفتهاش كتير، بس هي بعض الاحيان بتظهر يعني. طيب لو الحاجه بقى اللي بتهم الطبيب شويه وهو بيكشف، مثلا هي المفروض ان كل ما بترتفع درجة حرارة المريض، كل ما ترتفع درجة الحرارة العادية متناسبة مع دقات القلب. فمثلا لو درجة الحرارة ارتفعت، عدد ضربات القلب بتزيد. في المرض ده بالذات ممكن نلاقي المريض درجة حرارته عالية ومش متناسبة مع ضربات القلب. يعني بمنتهى البساطة المفروض ان هو مثلا حرارته 39 40. الطبيعي حسب السن بتاعه طبعا ضربات القلب بتاعته مثلا بتكون 70 او 80. اما تزيد كل 10 درجات، كل درجه مئويه في زياده درجه الحراره بتزود معدل ضربات القلب 10 ضربات. يعني لو بقى 38 وهو الطبيعي بتاعه بيكون مثلا ضرباته 80، هتبقى المفروض ان هي 90. بعد كده مثلا بقى 100، لو درجة حرارته 39 درجة حرارته 40 هتبقى 110 وهكذا. مفيش تناسق بقى ما بين الاثنين، بلاقي مثلا درجة حرارته عالية وضربات القلب قليلة. دي طبعا مش للمريض، مش هيلاحظها، انما بيلاحظها الطبيب اللي هو بيكشف على المريض. اخطر مضاعفات للمرض ده اللي هو النزيف المعوي او ثقب في الامعاء. دي اخطر مضاعفات هذا مرض مرض التيفويد. ليه علاج يا دكتور؟ طبعا ليه علاج، بس اهم من العلاج الوقايه يا جماعه. الوقايه خير من العلاج.
اهتم جدا بغسيل الايدين قبل الاكل، بعد الاكل، داخل من بيتي على طول اغسل ايديا، داخل عملي اغسل ايديا، وهكذا. يعني اكون موسوس في موضوع غسيل الايدين كويس جدا بالميه والصابون، وخاصه بعد الايه؟ بعد الحمام. دي نمره واحد. نمره اتنين، اهتم جدا بشرب الميه النظيفه، ميه نظيفه معقمه امنه. الميه دي بتكون سواء عندي القدره الماليه ان انا اجيب ميه معدنيه، خلاص اوكي هجيب ميه معدنيه. ما عنديش القدره الماليه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هغلي الميه كويس جدا. انا كأم بغلي ميه الشرب في اناء كبير نظيف مغسول تمام، وبعد كده ابقى ايه؟ بفرخها في الزجاجات، ويبدا ايه؟ البيت يشرب منها. حاجه كمان ان هو الام طبعا الفاكهه والخضار تهتم جدا بالغسيل بتاعها، ويا ريت برضو لو ما فيش عند حضرتك فلتر في المطبخ يا ريت تغسليها بميه سخنه، ميه مغليه يعني. اكل الشارع، اكل الشارع اتحرى جامد ان انا عندي اكل من مكان نظيف افضل من ان اكل من مكان يعني اسم مثلا وما يكونش ايه، ما يكونش نظيف. حتى لو الاكل بتاعه غير شهي، المكان النظيف ده يكفي ان انا هاخد اكل امن. او لو ما فيهاش كسوف ولا اي حاجه، باخد معايا اكل من البيت وانا رايح عملي وانا رايح شغلي وانا رايح اي حاجه، ما فيش اي مشكله. اي شك طبعا في حاله مثلا ولا كده، المفروض يعني الزائره الصحيه ليها دور في المدارس والحاجات دي كلها، ان هي بتخش مثلا الفصول، ما تستناش اما حد يقول لها مثلا انا مريض يا مس ولا حاجه اكشفي عليا، لا، المفروض ان هي دورها بتمر على الفصول كده، في حد عنده سخونيه اولاد، في حد كذا، او هي لو لها عين دقيقه شافت واحد وشه محمر شويه كده نتيجه ارتفاع درجه الحراره، بتقيس له الحراره، وبعد كده بتبدا عمليه الايه؟ الابلاغ. جماعه الطفل ده مريض، المفروض ان هو ايه؟ يكشف. في طبيب في المدرسه هيكشف عليه، ما فيش، هي بتبلغ اهله وهم بيتولوا الموضوع ده. يبقى دي بالنسبه للوقايه. المرض ده بيتشخص ازاي يا دكتور محمد؟ بيتشخص طبعا من الاعراض بتاعته دي في المقام الاول بواسطه الطبيب طبعا يعني. تاني حاجه لو ان انا حبيت يعني شاكك وحبيت اتاكد، ففي عندنا تحليل اسمه فيدال تيست. لو شكك في تحليل الفيدال ده، لانه بعض الاحيان ما بيكونش دقيق، فلو انا شاكك في التحليل ده فبعمل حاجه تانية اسمها ايه؟ اسمها مزرعه دم، وبتبين لي طبعا ايه مزرعه الدم دي؟ بتبين لي نوع البكتيريا. لو عملت صوره دم كامله ما بتبينليش حاجه، بتبين بس ان كرات الدم البيضاء بتكون ايه؟ قليله طبعا، وممكن المريض يكون عنده بعض الانيميا. ده بالنسبه للتشخيص بتاع المرض. طيب بالنسبه للعلاج، العلاج زي اي مرض في البدايه في كده اسس ليها. اول حاجه الراحه التامه، دي نمره واحد. نمره اتنين، الادوات الشخصيه بتاعه المريض ده لازم تكون بتاعته لوحده، بمعنى الطبق بتاعه لوحده والمعلقه والشوكه والفوطه وكل الحاجات دي كلها ادواته الشخصيه لازم تكون بتاعته لوحده. نمرة 3، احنا أسرة، عندنا الشقة بتاعتنا حمام واحد فقط لا غير. الحمام ده بعد ما المريض استعمله لازم الأم تلبس جوانتي، بتلبس كيس بلاستيك في ايديها، وبتخش على الحمام، بتجيب 20 سنتي كلور مركز اللي هو مش دعاية، اللي هو كلوروكس يعني بالتحديد، وبتحطهم على لتر ميه، ال 20 سم دول على لتر ميه، وتبدا تنظف تطهر كل الحاجات اللي هو استعملها في الحمام، الحوض والقعده والكلام ده كله. ثالث حاجه بيكون طبعا المريض في مكان جيد التهويه، ما كنتش مقفله الدنيا والحاجات دي كلها وبتاع، الا بقى لو كان في عز البرد ولا حاجه، انما لو الجو كويس فبكون في مكان بتاعه جيد التهويه. شمس بتدخل يا ريت بدخل الشمس، تجديد الهواء دايما باستمرار، الفرش دايما بتاعه بتاع السرير دايما ايه بطلعه وبغسله له مثلا بميه مغليه يوميا، بخلي الغساله بتاعتي مثلا على درجه 60 ولا حاجه بالنسبه للملايه وكيس المخده، وبالنسبه للحاجات الخارجيه ممكن تطلع في الشمس تتهوى اطول فتره ممكنه.
بعد كده المضاد الحيوي طبعا مش دور حضرتك، ده دور الطبيب، وهو في نوع او 2 أو 3 بيستعملوا من المضاد الحيوي. دول طبعا بيستعملهم الطبيب، هو اللي هيحدد الجرعه، هيحدد اذا كانوا يستعملوا عن طريق الفم ولا عن طريق الحقن. هيستعملهم لمده قد ايه المريض، ولو كان حقن هيكمل بعديها باقراص ولا كده خلاص. يعني ده قصه حضرتك مالكش دعوه بيها خالص، دي شغله الايه الطبيب. اي مرض في الدنيا بيكون مصاحبه فقدان شهيه، يعني ده طبيعي. ففقدان الشهيه انا عندي المريض ده طبعا درجه حرارته عاليه وعنده فقدان شهيه، بس ما سيبوش كده بمنتهى البساطه بفقدان الشهيه، والا هيدخل في مشاكل ثانيه زي الجفاف، وفي حالات كتير بتضطر ان احنا نديها محاليل عشان نعوض الايه الفقدان، نعوض الجفاف اللي حصل عندها. فادي للمريض بتاعتي سوائل، عصاير طبيعيه مثلا ولا حاجه على قدر المستطاع، واكل بتاعه بيكون خفيف اللي هو ما بيديش للجسم طاقه او بيرفع من درجه حراره الجسم. مفيش داعي للبروتين، منتجات الالبان، الحاجات دي ملهاش لازمه في الوتر الحالي، بعوضها له بعد كده. يعني ممكن كانت زي شوربه خضار، زي شوربه لسان العصفور، رز كده مسلوق، يعني الحاجات اللي هي الخفيفه، فاكهه مثلا ولا حاجه، او عصاير ايه طبيعيه. بكده يا جماعه نكون لمينا موضوع التيفويد، لما تقريبا كل الاعراض وكل الايه والتشخيص بتاعه والعلاج بتاعه والاعراض بتاعته وطرق العدوى، ودي في غايه الاهميه. اشوفكم فيديو تاني، كل سنه وانتم طيبين.